اقسم بالله يا حبايب، انا في قصص كده لما بسمعها شعر راسي بيوقف. لما بتلاقي حد شر في الدنيا كده ويكون عايز يأذي حد، اقصى حاجة ممكن يعملها انه يخلص عليه. لكن اني اكون عايز اختصر منك واسيبك وابعد عنك في سلام، فاشوف منك كل اشكال وانواع العذاب. كل ذنبي اني حبيتك ووثقت فيك وقررت اني اعيش معاك، بصراحة هو ده اللي مش مقبول ولا ممكن عقلي يتخيل. قصة النهاردة مع الملاك اللي شايفينه قدامكم، اللي تحول من كده اصبح كده بسبب العيلة الشيطانية اللي قرروا انهم يتناوبوا في تعذيبها، وكل ذنبها انها خدت قرار غلط. اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي اسمها آية، وهي فعلا آية في جمالها وفي اخلاقها اللي ورثتها عن اسرتها وفي حفظها للقرآن الكريم. آية من سكان القاهرة وحاصلة على بكالوريوس تجارة، وزيها زي كل البنات اتقدم لها شباب كتير عشان يخطبوها، وفي الآخر استقر الرأي على شاب كان زميل والدها في الشغل. الشاب ده من الناحية الدراسية هو حاصل على شهادة ابتدائية، ولكن أبو البنت شاف إن ده مش سبب إن هو يوقف زواج بنته من الشاب، خاصة إنه كان معروف عنه على مستوى الشغل إنه شاب محترم وما صدرش منه أي عمل غير أخلاقي أو أي سلوك غير طيب. وبالفعل وافقت آية وتزوجوا عام 2013. مجرد ما آية اتجوزت اختفت لمدة 4 سنوات، أهلها ما يعرفوش عنها أي حاجة. آية ما بتخرجش من بيت زوجها إلا للضرورة القصوى، والضرورة دي أهل زوجها هم اللي بيحددوها مش هي. والوحيد اللي كان بيشوف آية ويطمن عليها هو أبوها، ودي كانت بتبقى من خلال زيارة كل أسبوع علشان خاطر يشوف بنته ويطمن عليها ويطمن والدتها عليها. ولكن آية حتى بعد زواجها كان والدها بيديها مصاريف وبيتكفل بمصاريفها. أبو آية كان راجل طيب لدرجة إن حماتها لو تعبت ودخلت المستشفى كان هو بيروح يطمن عليها ويدفع لها مصاريف علاجها. وفضلت آية على الحال ده لمدة 4 سنوات لغاية ما خلفت مي وزياد، والأمور مستقرة وما فيش أي مشاكل خالص لغاية ما والد آية توفى. وهنا اتقلبت حياة آية رأسا على عقب، اتغيرت حياتها 180 درجة. مجرد وفاة الأب، عائلة أيمن زوج آية منعوها من إنها تزور أهلها نهائيا. كانت الأم بتحاول تتواصل مع بنتها بكل الطرق وكل السبل، ولكن بدون جدوى، لدرجة إنها لو فكرت تروح تزور بنتها علشان تطمن عليها أو تعرف أخبارها كانت بتقابل ده بتهديدات من عيلة أيمن. بعدها الأم رضيت بالأمر الواقع واستسلمت علشان ما تخربش على بنتها، ولكن المسكينة ما كانتش تعرف إن بنتها آية بتتعرض للتعذيب يوميا على إيد زوجها وأخو زوجها وحماتها وزوج حماتها وعشيقة زوجها. أيوة، زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، وزي ما حضرتك سمعني، عشيقة زوجها اللي كانت عايشة معاهم في نفس البيت. زوج آية ما اكتفاش ان هو بيخونها وبس، ده كان جايب عشيقته مخليها قاعدة في البيت معاهم. عشيقته اللي كانت بتكره آية كره العمى، وكانت بتتمنى تخلص منها النهاردة قبل بكرة. ومن شدة كرههم لآية كانوا بيتناوبوا عليها التعذيب. والأدهى من كده انها اكتشفت ان زوجها مدمن مخدرات. آية كانت عايشة في كهف الشيطان ده، ما كانتش بتشوف منه النور نهائي، محبوسة جوه البيت ما تعرفش أي شيء عن العالم الخارجي. والشهود اللي هم الجيران اللي كانوا بيشوفوا الوقائع دي كانوا بيقولوا إنها كانت بتضرب ضرب لدرجة إنها بتنزف. كل يوم يسمعوا صراخ آية في البيت. كانوا بيتناوبوا عليها التعذيب والضرب لدرجة إن حماتها كانت بتمنعها إنها تخش الحمام، لدرجة إن آية كانت بتعمل حمام على نفسها. المسكينة ما باليد حيلة، كانت كل اللي بتقدر تعمله وتقوله أنا ما عملتش حاجة. ولكن الجيران المحيطين بيها كانوا بيحاولوا مرة تلو المرة إن هم يحلوا المشكلة دي، ولكن للأسف ما كانوش بيقدروا يعملوا حاجة بسبب سطوة وجبروت أهل الزوج. في يوم من الأيام أهل الزوج سمحوا لآية إن هي تخرج خروجة استثنائية، وده كان بسبب إن آية تروح تستلم مبلغ 3000 جنيه الإعانة بتاعت وفاة والدها. وبالفعل آية خرجت وجابت الفلوس وحطتها في البيت. في يوم تاني خرجت آية علشان تحضر فرح أخو زوجها. بعد ما رجعت بتدور على الفلوس اكتشفت إن زوجها سرق الفلوس، فلما واجهته نزل عليها ضرب وما رحمهاش. هنا آية فاض بيها الكيل وما قدرتش تستحمل أكتر من كده، فقررت إنها تهرب. وبالفعل آية دبرت طريقة وقدرت تهرب. خدت بعضيها وراحت عند والدتها، وقعدت مع والدتها وشرحت لها وحكت لها كمية التعذيب اللي بتتعرض له في بيت زوجها. وهنا تبتدي رحلة أخذ الحق مع الأم اللي قررت إنها تروح تشتكي أهل زوجها علشان تاخد حق بنتها. ولكن أهل زوجها لأنهم كانوا عالم جبارين فعملوا بلاغ كاذب في آية وأمها، اللي استقر بيه الحال إن أم آية تدفع غرامة 10,000 جنيه. الأم عملت جميع المحاولات لحماية بنتها وأخذ حقها، ولكن للأسف دون جدوى. ولكن اللي كان بيطمن الأم إن بنتها جنبها وهي مش عايزة أكتر من كده، فاستعوضت ربنا في الفلوس وفي أخذ الحق واستكفت بوجود بنتها جنبها.
زوج آية حاول محاولات كتير جدا علشان خاطر يرجع آية البيت، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل، بل وآية طلبت منه الطلاق، إلا إنه هو أصر إنه ما يطلقهاش، هددته إن هي هترفع عليه قضية خلع. وهنا كانت المصيبة، ورغم إن آية تنازلت عن جميع حقوقها علشان خاطر تفوز بالطلاق، إلا إنه مرضاش يطلقها، حين إنها سابت له ابنه وأخذت بنتها الصغيرة لأن حماتها كانت برضه بتضربها لأنها شبه أمها، والحماة كانت بتكره البنت جدا رغم إن البنت صغيرة وعندها 4 شهور. في يوم من الأيام أم آية طلعت برا البيت، اتفاجأت آية بباب بيخبط، رئيس زوجها في الشغل بيخبط عليها، فتحت له الباب ودخل. وهنا رئيس زوجها في العمل جه علشان خاطر يصلح ما بين آية وزوجها، وقعد يقنعها انها ترجع لبيت زوجها تاني، وفضل يوعدها ويأكد لها ان زوجها مش هيتعرض لها تاني وهو بيضمن ده. ولكن آية أصرت انها ما ترجعش معاه، وتفاجأت ان زوجها دخل من الباب لانه كان جاي مع رئيسها في الشغل، ولكن كان منتظر برا علشان يشوف رد الفعل ايه. ولما لقى رد الفعل ما فيش قبول فراح داخل. وهنا زوجها اول ما دخل هددها، لو ما رجعتيش معايا هقتلك أخوك. ولكن آية المسكينة من كتر خوفها على أهلها وعلى أخوها وافقت إنها تمشي معاه، وبالفعل مشت معاه. رجعت الأم البيت ما لقيتش آية في البيت، حاولت بكل الطرق وبكل السبل إنها توصل لآية تاني ولكن ما عرفتش، وهي عارفة إنها بتعاني الأمرين في السجن اللي كانت عايشة فيه. في يوم من الأيام وصلت لأم آية صورة على التليفون، بتبص في الصورة لقيت صورة بنتها مضروبة ومتبهدلة وشكلها متغير خالص. الصورة دي اللي بعتتها جارة أهل زوجها جنبيهم. وهنا أم آية خدت بعضيها وراحت مركز الشرطة علشان تبلغ عن الواقعة دي، ولكن في مركز الشرطة قالوا لها إن آية نفسها لازم هي اللي تيجي تعمل البلاغ. وهنا أم آية طلعت وهي متضايقة ومش عارفة تعمل إيه. فضل الحال على الوضع ده لمدة سنة كاملة، الأم ما تعرفش عن بنتها أي حاجة. في خلال السنة دي كانت آية موجودة معاهم بتتعرض لكل أشكال العذاب، لدرجة إن حماتها لو كانت آية أخطأت وكبت عصير على السجادة كانت تخلي آية تلحس السجادة بلسانها. بطريقة أو بأخرى صورة آية اللي هي مضروبة فيها ومتبهدلة فيها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وده كان الأمل الوحيد لأم آية في إنها تسترجع بنتها. لكن حماة آية اتضايقت جدا من اللي حصل ده، وفكرت إزاي يحلوا القصة دي. فراحوا جابوا آية وعاملين لها مكياج ومغيرين لها ملامح وشها المضروبة البايظة، وأجبروها إنها تطلع في فيديو تشرح فيه للناس إنها عايشة سعيدة ومبسوطة ومفيش أي حاجة حصلة معاها خالص، وإن الصورة اللي انتشرت دي صورة غير حقيقية. في أحد الأيام وفي عام 2019 ترن واحدة على أم آية تبلغها إن صوت بنتها اختفى، صوت صريخها وزعيقها اللي كنا بنسمعه بسبب الضرب اللي بيضربوه لها أهل زوجها اختفى تماما. فردت أم آية وقالت لها ممكن تكون سافرت مع زوجها في أي مكان، ولكن الجارة نفت الكلام ده وقالت لها لا، دول قتلوا بنتي. أم سكتت للحظات وفكرت إن دي ممكن تكون مكيدة من حماة بنتها، وفي لحظة راحت قافلة التليفون. رجعت الجارة اتصلت على أم آية من تاني وقالت لها إن بنتك اتقتلت، وأنا عندي صور وفيديوهات صورتها لمدة 3 أيام فاتوا يخططوا لقتل بنتك، وعندي فيديو مصوراه وهم بيقتلوها. لكن الأم خافت إن دي تكون مكيدة معمولة لها، وخافت تروح مركز الشرطة لأن لسه في عليها قضايا كانت مسجلة باسمها بسبب البلاغات الكاذبة اللي كانوا محررينها ضدها في مركز الشرطة. ولكن الجارة قالت لها أنا هروح القسم هبلغ وهروح أقدم كل التسجيلات اللي معايا والفيديوهات اللي عندي، التسجيلات اللي مع الجارة اللي بتقول إن هم قرروا إن هم يتخلصوا منها قبل 3 أيام من الواقعة، اللي قايلين فيها إن هم هيحطوا معاها ذهب ومبلغ مالي علشان يقولوا إن هي سرقتها وهربت. وبالفعل بعد البلاغ جات الشرطة للمنزل، فتحت الباب الحماة يسألوها الشرطة فين آية؟ الحما فضلت تتمتم في الكلام ومش عارفة ترد. ولاحظ الشرطي إنها بتبص على سجادة ملفوفة. دخل الشرطي يبص على السجادة لقى ريحة كريهة طالعة من السجادة، بيفتح السجادة لقى جثة آية. تم القبض عليهم بعد ما شهد عليهم الطفل الصغير اللي قتلوها قدامه، ما كلفوش نفسهم إنهم يدخلوه حتى أوضة قبل ما يقتلوها. وسبب قتل آية إن هي جت في يوم من الأيام قررت إن هي تهرب بسبب التعذيب اللي بتتعرض له، وهي وبتفتح الباب وطالعة تيجي الحما تروح ضرباها بحديدة على دماغها من ورا توقع آية. يجي أخو الزوج بسكينة ويروح ضربها في بطنها، طعنها كذا طعنة لغاية ما مات. وكده تخلص قصة آية. قصة فعلا من أغرب القصص، قصة شب منها الشعر فعلا. ربنا يرحم آية ويجعل صبرها في ميزان حسناتها، ويرحم أولادها اللي هيطلعوا يلاقوا القصة دي قدام.